السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم أمنية يحيى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة ان شاء الله بإذن الله جاية لكم بفكرة بريسلنت جديدة وحلوة وشيك جدا وبسيطة قوي، وكمان تكلفتها بسيطة للي عايز يعمل شغل اكسسوار ويبدأ المشروع بتاعه بأقل التكاليف. تعالوا دلوقتي ندخل في الفيديو على طول ونشوف احنا هنستخدم ايه والبريسلنت هيبقى شكلها ايه. طبعا ما ننساش اللي لسه مش مشترك في القناة يا ريت يشترك معانا، والمشترك بالفعل يعمل شير ولايك للفيديو علشان نوصل لأكبر عدد من الناس، ونجيب لكم أفكار كتير جدا ونعمل لكم حاجات كتيرة قوي 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 إن شاء الله بإذن الله هتحبوها وهتحبوا ان انتوا تتفرجوا علينا. دلوقتي احنا معانا ايه؟ معانا رابر لونه ابيض. بصوا اللي هو المائي دوت اللي انا كنت عملت بيه النيكلس اللي فاتت. انا عامله الحقيقه البريسلنت دي، وهسيب لكم الفيديو بتاع النيكلس سوري اللي انا عملته في الاي فوق، فهسيبه لكم في الاي في الفيديو فوق، فما ننساش ان احنا نتفرج عليه علشان نعرف نعمل طقم على بعضه ازاي. معايا اهو الرابر اللي هو الابيض المائي ده. معايا خرز اللولي مقاس 6. معايا اهو دولت كده حوالي 14 واحدة. تمام. ومعايا اللولي برضو اللي هو المية الصغير ده معايا منه 12 واحدة. ومعايا طبعا القفل بتاعي اللي هو القفل على شكل بغبغان، ومعايا كفر والستوبر، ومعايا كمان سلاسل اللي هي الستانلس بتاعتي دي. انا اسميهم كده 3 سلاسل، واحده صغيره جدا حوالي 3 سنتي، والاتنين دولت كل واحده حوالي من 5 ل 6 سنتي. تمام. ومعايا المسمار اللي هو المفتوح ده. ومعايا كمان 2 تفسيرة صغيرة باللون الاسود، ومعايا طبعا الزارد بتاعي اللي انا هقفل بيه الشغل. البريسلنت دي انا هعملها من دورين. تمام. ودوت طبعا الواير اللي ما نقدرش نستغنى عنه خالص. طب هتعمليها ليه من دورين؟ الحقيقه انا كنت عايزه اعملها من 3 بس حسيت انها هتبقى اوفر قوي، فعملتها من دورين لان انا النيكلس اللي انا عاملاها معاها من 3 ادوار، فحبيت ان انا اعملها كده حاجه بسيطه شويه انها تبقى من دورين وادخل فيها كل الخامات اللي دخلتها في النيكلس. دلوقتي هنبتدي بقى مع بعض على طول. اول حاجه عملناها عشان نخلص منها ان انا عملت الرابر دوت دخلته كده في المسمار مع 2 تفسيره. هوريكم ازاي. اهو هنمسك المسمار بتاعنا، طبعا هنفرده كده بايدينا كويس قوي كده. تمام. اهو هبتدي همسك واحده تفسيره زي ما احنا شايفين، هدخلها في المسمار. اوكي. وهدخل شويه من الرابر. انا هعمل الرابر بالتفسيرة ده بالمسمار حوالي 3 سنتي. تمام. احنا طبعا البريسلنت بتاعتنا بتبقى حوالي من 17 ل 18 سنتي، وده المقاس يعني الوسط. في طبعا ممكن يبقى مقاس اكبر من كده او اصغر من كده، بيتعمل بالطلب. احنا الحقيقة بنعملها 17 سنتي، من 17 ل 18 سنتي، وبنعمل لها سلسلة تطويل معاها حوالي مثلا 5 سنتي او حاجة. تمام. اهوت ادينا كده حطينا الرابر بتاعنا اهو، وهحط بعد كده التفسيرة من الناحية التانية. خلاص. هعمل ايه بقى؟ هتني المسمار بتاعي، بس همسك الاول اهو. بصوا ده اهي التانية دي همسكها كده وهي كده وشها لهناك، هتني نفس التانية بتاعتها، هتني كده المسمار ليها كده. خلاص. وهعمل ايه بقى؟ همسك الجزء الزيادة ده، انا هاخد حوالي نص سنتي. تمام. فاهو بصوا لحد نهاية ايدي كده، هروح ماسكة واروح قصة الباقي القصافة بتاعتي، وهروح ماسكة بقى كده واروح ايه تانياها كده اهي. التانية المسمار بقت كده اهي، وهسيبها هنا كده على الجنب. طب دي انا اول حاجة هعملها، انا هدخل فيها بقى السلاسل دي اللي هي ايه، هجيب السلسلة الصغيرة دي هي اللي هتبقى في النص. طيب هتبقى في النص ازاي؟ انا هفتح بقى المسمار نفسه وهدخل فيها السلسلة علشان ما اكترش الحلقات بتاعتي وان هي تكتر. هبص كده للسلسلة فتحتها
فتحت المسمار سوري اهو فتحته خلاص. وانا ماسكاه طبعا كويس جدا، وهعمل ايه هدخل فيه طرف السلسله بتاعتي اهو اهو كده، امسكه من الطرف التاني وهدخل فيه ايه طرف السلسله بتاعتي، وهعمل ايه هقفل المسمار تاني كويس جدا ان اخلي ايه السلسله بتاعتي ما تطلعش منه. تمام كده. هجيب طبعا الزرادية التانية دي عشان اتك على المسمار يبقى اتاكد انه قفل. هعمل برضو الناحيه التانية نفس الموضوع اهو. دي اللي هي السلسله الايه القصيره. هنا بقى الجنب التاني هاخد السلسله الايه الطويله اللي هي هتبقى ايه، هتشوفوا الفكره هتوضح معاكم. يعني دخلت كده السلسله قصيره في النص والسلسله الطويله فين على الطرف. تمام اهو كده معانا اهو. بصوا اهي. هاجي بعد كده الناحيه التانية هنا هعمل نفس اللي انا عملته هنا. همسك كده اهو الحته دي المسمار هفتحه هدخله كده في السلسله القصيره بتاعتي. تمام. وبعد كده هعمل ايه هقفله، اقفل المسمار كده كويس قوي، وهمسك الناحيه التانية وهفتح برضو المسمار وادخل ايه السلسله التانية الباقيه معايا. انا كنت قصه السلاسل سلسلتين طول بعض طوال، وواحده تانية اقصر منهم حاجه بسيطه تبقى حوالي 3 سنتي مش اكتر من كده. خلاص اهو. وهقفل المسمار كويس جدا اهو بس اتقفل حلو قوي. هأكد عليه كده بس. تمام اهو. بصوا بالمنظر ده كده اهي. شايفين ده كده سوري شايفين ده كده ايه دور من الادوار اهو يبان اهو على الكحل دور كده. ده كده دور من الادوار بتاعه ايه بتاعه البريسلنت بتاعتي. طب دلوقتي هعمل ايه هجيب اهوت الواير بتاعي. تمام. طبعا انا دايما بسيب الواير في دي وبشتغل فيه وبعد كده بقص في الاخر. هعمل ايه دلوقتي بقى هجيب دلوقتي الخرز بتاعي ده اللي هو معايا دوت. تمام. هنحط المفكات دي على جنب مش عايزينها دلوقتي. هجيب كده اول واحده صغيره واحده. تمام. وبعد كده هدخل 2 كبار. هدخل 2 كبار. تمام. 2 مرمر كبار، وبعد كده واحده صغيره، وبعد كده 2 كبار تاني. تمام. وبعد كده واحده تانية صغيره خلاص. وبعد كده هدخل 2 كبار. وبعدين هعمل ايه هقول لكم بقى. احنا اهو دخلنا اهو. بصوا ده الشكل كده اظن ايه ابتدى يبان معاكم شويه. هبتدي بقى هجيب واحده صغيره اوكي، واحده كبيره، و2 صغيرين خلاص، وواحده كبيره تاني اهو زي ما احنا شايفين كده، و2 صغيرين خلاص. العدد ده يا جماعه انا عاملاه ان هو يعمل لي 18 سنتي. وبعد كده واحده كبيره. بعدين هبتدي امشي بقى بنفس الترتيب اللي انا كنت عاملاه. واحده صغيره، 2 كبار خلاص، واحده صغيره اهي، 2 كبار. انا مرضتش ولا ادخل رابر ولا تفسيره معاها علشان هو دورين. واحده صغيره اهي. شايفين احنا اهو دي اخر 2 هندخلها اهو. 2 كبار، واحده صغيره اللي هننهي بيها. وبعدين هدخل بعد كده الموضوع ده سهل جدا بقى. هدخل بعد كده معايا ايه هدخل بقى كفر الستوبر اهو معايا، وهدخل ايه الستوبر. تمام اهو. هدخل الستوبر بالاسلوب ده اهو كده، وهتنيه. عايزه تتنيه مش عايزه تتنيه، بس انا بفضل انه يتني كده بيبقى احسن وبيبقى
ثابت اكتر اهو كده، وهروح مدخليها تاني في الحلقة. وبعدين هجيب بقى الزرادية بتاعتي زي ما احنا اتعودنا، واروح ايه دايسة على الكفر الستوبر كويس قوي لمدة 5 ثواني. 1001 1002 1003 1004 اهو كده. اتأكدت ان هو خلاص. هبتدي بقى امسك اي زيادة هشيلها على طول بالقصافة معايا اهي. القصافة دي كده الزيادة دي كده هروح ايه شايلاها بيها. تمام اهي. هتنيها كده واروح مدخلة القصافة كده واروح ايه شايلاها بيها، واروح جايبة كفر الستوبر بتاعي واروح ايه ظابطة دي بقى كده الواير بتاعي ده اهو، واروح ايه قافلة كفر الستوبر كويس قوي اهو. هعمل ايه همسك كده الناحية التانية دي اهي، وهقص كده حبة كده كويسين، يعني حوالي مثلا 2 سنتي او حاجة علشان اعرف اقفل براحتي اهو. شايفين الشكل عامل ازاي اهو. بعدين هجيب برضو كفر الستوبر بتاعي وهروح مدخلاه كده تمام، وهجيب الستوبر واحدة كده من الستوبر هنروح مدخلاها خلاص كده اهو. معلش بس مش عارفة عشان صغير فاوقات بيتني كده مني فببقى مش عارفة ادخل اهو خلاص. بس كده اهو. هروح برضو عاملة نفس الموضوع واروح ايه تانية ومدخلاه فيها، اعمل حلقة صغيرة اهو زي ما احنا شايفين كده اهو. بصوا طبعا لسه يعني ايه هو كده بعيد جدا، فاللي هو ايه لأ هروح ايه مدخلاها كده واروح برضو تاني شديها كده تاني ايوه كده شايفين اهو، وهروح شدة دي معانا كده اهو، اروح مدخلاها كده اهو خلاص كده اهي. خلاص انا سايبه حوالي مثلا ايه، طبعا هنا هتقولولي البتاعه كبيره قوي بس انا اهم حاجه ان انا عندي الفرعين جوه خلاص عشان اقفل كويس. همسك بقى كده اهو واروح ايه قافله كويس قوي. بصوا اهو متني معايا حلوه قوي، واروح ايه قافله حلوه قوي، وهروح اقص الزياده بتاعتي دي اهي اللي هنا خلاص، وهنقص برضو الزياده اللي تحت. ما سيبش اي زياده خالص في الواير، كله اقصه عشان ما يعورنيش، ما يبقى الفينش بتاعي حلو ونظيف. شيل خلاص اهي كده مقفوله. هاكد عليها برضو تاني اهي مقفوله خلاص. هروح مدخلاها كده جوه الستوبر بتاعي واروح ايه قافله الستوبر كويس قوي عليها. خلاص كده اهو خلصنا. طيب هنركبهم بقى الاتنين في بعض ازاي هقول لكم دلوقتي اهو. ده قد ده اهو. طيب هنركبهم ازاي؟ انا مش حابه ان هما الاتنين يخشوا في الاخر كده مع بعض. هدخل دي هنا ودي هنا. هعمل ايه بقى؟ هجيب كده واحده حلقه تمام، همسكها كده انا طبعا فاتحاها، هدخلها هنا كده في السلسله اهو خلاص، وهمسك كده هنا اهو واروح ايه مدخلاها هنا اهو في الواير كده من هنا. هوريكم ازاي اهو في الواير كده. هروح ايه الواير كده اهو دخلت تمام اهو، وهروح ايه هقفل الزراد بتاعي اهو
تمام. هقفلها كده كويس قوي اهو. تمام اهي كده. هروح برضو الناحية التانية، اجيب زرادة برضو اهي خلاص. وهعمل ايه، هروح جايباها مدخلاها في السلسلة كده بتاعتي اهو بالمنظر ده. هروح مدخلاها كده وهروح جايبة هنا ما بين اهو، بصوا، واروح مدخلاها ما بين الواير بالراحة طبعا علشان ايه اهي دخلت. وهروح ايه ماسكة بقى، ماسكاها اهي، واروح ايه قافلة عليها كويس. اقفل الزردة بتاعتي علشان ما تخرجش من الواير اهو. شايفين اهو بقى كده زي ما احنا شايفين اهو. بصوا اهو. هو دي كده الفكرة اللي انا عايزة اعملها. شايفين فكرة حلوة ولذيذة ازاي. هنقفلها بقى، هنحط لها بقى ايه القفل بتاعنا. هنجيب بقى زرادايه كده صغنططة خلاص من هنا كده ومحملة. يعني انا بحب الزرد الصغير ده عشان بيبقى كمان محمل وحلو اهو. وهمسك فيه كده القفل بتاعي، وهحط هنا ايه القفل اهو في الجنب ده كده اهو. وهروح ايه قافله جايباها دي كده اهو وقافلها بالمنظر ده. تمام. هجيب من الناحية التانية برضو زرادية برضو صغنططة جدا وهحطها. وهجيب بقى ايه سلسلة تطويل. هجيب سلسلة تطويل حوالي 5 سنتي او 3 سنتي، هتبقى حلوة قوي ان هي تديني وسع للانسيال، ان اللي عايز يلبسه يوسعه شوية، لو ايد اتخن شوية او حاجة يلبسه براحته. تمام اهو. معلش الكاميرا فصلت مني لما هي وقعت. بصوا اهو احنا كده دخلنا الزرادايه اهي في ايه في كفر الستوبر التاني. ومعانا اهو سلسله اللي هي بتاعه التطويل اللي هي حوالي 5 سنتي 3 سنتي اللي انت عايزاه. خلاص انا عاملاها يعني حوالي 5 سنتي او اطول شويه. وهروح قافلاها كويس قوي. طبعا بقى ايه انا الحقيقه خلاص كده يعني انا شايفه ان هي كده حلوه خلاص اهو. الانسيال بتاعي اهو جميل وحلو بيتقفل معايا. عايزه بقى تزودي له بقى حاجه، يعني انا شايفه ان هو كده حلو جدا وشيك قوي. هوريهولكوا كده في اللبس اهو. تمام اهو. هلبسه بقى كده اهو وهقفله من هنا اهو اهو بالمنظر ده كده. بصوا شايفين الانسيال حلو ازاي، جميل ازاي. بصوا انا بقى الحقيقه ما بحبش اسيب السلسله كده فاضيه، يعني انا ما بحبش اسيب كل شغلي، بحب اقفله كده بطريقه شياكه شويه. فهعمل لها كده فكره كده من هنا هتبقى لذيذه قوي وشيك قوي. هعمل لها هوت رابر والخرز الكبيره دي او الصغيره بس معاها. يعني انا هشوف كده ايه اللي هيبقى حلو اعمله في السلسله دي كده يديها منظر. تمام. هروح بس اجيب الخرز وهرجع لكم تاني. بصوا طبعا اوقات احنا شغالين كده بنعمل الفكره بيجي لنا في التقفيل كده ان انت تحسي لا ده مش حلو قوي، ده طب انا لو هزود ده هيبقى احسن. فانا الحقيقه لقيت ان انا لما هزود المسمار ده، بصوا ده مسمار مقطر. تمام سوري مسمار مقطر اهو. هو بيبقى مدور كده من تحت، دخلت فيه الخرزيه اللي هي الصغيره دي وحبه رابر بس كده. ده اللي انا هعمله، هزوده بس على سلسله الايه التطويل. هروح تانية دي كده في اي اتجاه بقى براحتنا خلاص. وهروح قصه برضو الجزء الزياده ده انا ببقى مش عايزاه. تمام اهو قصيته اهو. فبقت الحته الصغنططه دي هي دي بقى اللي انا ايه هلفها وهدخلها في سلسله التطويل بتاعتي. هروح ماسكه كده اهي دي كده اهي. وقبل بقى ما اقفل
همسك كده السلسله بتاعه التطويل بتاعتي اهي، وهروح مدخله فيها ايه المسمار ده كده، وهروح مكمله قافله عليه زي ما احنا شايفين كده. بصوا اهو، طبعا هعدله كده، هعدل المسمار بتاعي كده عشان انا لقيته ان هو اتنى بقى لورا كده. بصوا الحاجات دي انا ممكن اشيلها في المونتاج، بس انا بحب ان انا اخليها لكم علشان ده حاجات اخطاء انتم ممكن تقعوا فيها وانتم شغالين، بالذات الناس اللي في الاول، فتعرف ان احنا بنصلح الدنيا عادي جدا. لو حاجه باظت خالص خلاص بشيلها اهي. بصوا بقى شكلها بقى حلو ازاي، هوريها لكم بقى دلوقتي كده في اللبس هيبقى عامل ازاي اهو. هوريكي هيبقى عامل ازاي في اللبس معانا اهو اهو. بصوا عايزه بقى تجيبيها قدام تجيبيها ورا، دي ايه حريه شخصيه اهي. بصوا بصوا شايفين حلو ازاي، جميل قوي. البريسلنت ده حلو قوي 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 قوي. يا رب يا رب يكون عجبكم البريسلنت بتاعنا ده، يكون شكله حلو وعجبكم. حاجه شيك كده وحاجه لذيذه قوي في اللبس. بصوا حاجه حلوه قوي قوي وشيك جدا في اللبس معانا اهي، وبسيطه جدا. ان شاء الله يكون فيديو النهارده عجبكم. كانت معاكم أمنية يحيى. يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، واللي لسه مش مشترك في القناه يا ريت يشترك ويفعل زرار الجرس علشان يوصلوا كل جديد. واستنونا في فيديوهات جايه كتير احلى واحلى من كل فيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.